تعتبر الفنانة نادية فهمي من الفنانات اللي امتازوا في الدراما والتلفزيون بالرغم من أدوارها الصغيرة، لكنها قدرت تسيب بصمة في كل أدوارها، وكانت دايما بتحرص إنها تبعد حياتها الشخصية عن الأضواء، وده اللي خلى ناس كتير ما تعرفش حاجة عن حياتها الشخصية. طيب مين هو طليقها؟ ومين هي بنتها الفنانة الشابة؟ وإيه تفاصيل إصابتها بالزهايمر في السنوات الأخيرة؟ وهل بنتها وطليقها رموها في دار مسنين؟ كل ده هتعرفوه معانا في الفيديو ده. اتولدت نادية فهمي يوم 6 يناير سنة 1950. حبت الفن من صغرها، وده اللي خلاها تدخل المعهد الفنون المسرحية. بدأت نادية حياتها الفنية بأدوار صغيرة، وكانت بتكبر أدوارها مع الوقت. ومسلسل القضبان أول عمل فني ليها اللي اتعرض سنة 1974 كان أغلب شغلها مركز على الدراما التلفزيونية، وشاركت نادية في أعمال درامية مهمة زي نصف ربيع الآخر، أهالينا، والحاوي، الرحايا، وكان آخر مسلسل شاركت فيه هو الخواجة عبد القادر. اتجوزت نادية فهمي مرة واحدة في حياتها، وكان من الفنان سامح السريتي، ورزقت منه ببنتين هما آية وابتهال. وانفصلت نادية عن سامح بعد فترة قصيرة من جوازهم بعد خلافات كتير حصلت ما بينهم. بنتها آية شغالة حاليا مديرة موارد بشرية في أحد الشركات الاتصالات، أما ابتهال فدخلت مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل وضع أمني، سابع جار، والسبع وصايا، والفيلم فتاة المصنع مع المخرج محمد خان. اتعرضت نادية فهمي في أواخر سنين في حياتها لأزمة صحية جديدة، فهي أصيبت بمرض الزهايمر في سنة 2016. انتشرت أخبار كتيرة عن أسرتها ودوها لدار مسنين، اللي عرض بناتها ووالدهم الفنان سامح السريتي لهجوم شديد، وتوجهت ليهم اتهامات بأنهم رموها في دار مسنين علشان يخلصوا من مسؤوليتها ورعايتها. لكن بنتها الفنانة ابتهال السريتي نفت الأخبار دي، وقالت إن والدتها في مصحة علاجية لمرض الزهايمر لأنها محتاجة لرعاية خاصة، وإنها مش في دار مسنين زي ما اتقال. وأكدت إن برغم إن والدهم منفصل عن والدتها من أكثر من 20 سنة، لكن ما سابهاش لحظة وطول الوقت متابع حالتها الصحية. أكد سامح السريتي بإن بناته في البداية رافضين يصدقوا إن والدتهم مصابة بالزهايمر، لغاية ما قرر الأطباء إنها محتاجة لرعاية طبية خاصة، فاستسلموا الأمر الواقع. وكشف إنهم في البداية جابوا ممرضين علشان يرعوه نادية في البيت، لكنهم سرقوا البيت وأهملوا رعايتها، فكان لازم ينقلوها لدار الرعاية الصحية، فهي كانت في قسم رعاية الزهايمر. وأكد إن بناته كانوا بيزوروها يومين وقاعدين تحت رجليه مش بيسيبوها لحظة، غير إن بنته آية كانت شغالة في لندن لكنها سابت شغلها وجت مصر علشان والدتها. وأكد إنه فخور ببناته واللي بيعملوه مع أمه. أما عن تخليه عن طليقته، قال إني مش بعتبرها نادية فهمي طليقتي، لكن بعتبرها أم بناتي وزميلتي في الشغل وفنانة كبيرة وهو من جمهورها. والغريب إن نادية فهمي جسدت دور ست مصابة بالزهايمر في مسلسل الرحايا قبل إصابتها بالمرض بكذا سنة، فهي جسدت دور أم مصابة بالزهايمر مش فاكرة حاجة غير قصة حبها لمحمد دياب اللي جسده شخصيته الفنان نور الشريف. وفضلت نادية بتخوض للعلاج في دار رعاية لغاية ما فرقت الحياة يوم 14 فبراير سنة 2019، وكان عندها وقتها 69 سنة. قولولنا في التعليقات ايه اكتر دور بتحبوه لنادية فهمي.